الصفقات الجديده والمراكز اللي الاهلي هيدعمها. هقول لك كلام حاول تفهم ما بين السطور، حاول تفهم ما بين السطور. وهنا قد تكون لدي معلومه بس اسمح لي ان انا ما اقولهاش او ما افصحش عنها دلوقتي لصالح النادي الاهلي، لصالح النادي اللي انت بتحبه وبتشجعه. انت النادي الاهلي وما ادراك ما النادي الاهلي. يعني كل مركز في الفريق لازم يبقى فيه لاعب واثنين سوبر. طيب افهم بقى اللي ما بين السطور. ممكن الاهلي يتعاقد مع لعيب جامد جدا، ده من الممكن انه يخلي كولر يفكر في تغيير طريقة اللعب. افهم بقى براحتك احنا بنلعب ايه وممكن نلعب ايه والقصة ماشية ازاي. لكن تاني بقول لك نقطتين مهمين. الاهلي هذا الفريق الاكبر الاول الاقوى في افريقيا وفي مصر، لابد ان يكون عنده في كل مركز على الاقل 2 لاعبين على مستوى عالي ومستوى تقيل جدا. تمام؟ وده شغالين عليه بشكل كويس. واذا في لاعب التعاقد معاه يستدعي تغيير طريقة اللعب مفيش مانع، ودي مرونة من المدرب. طيب تعالى كمان اروح معاك للعروض اللي لينا واللي علينا. فانا قلت لك اللي لينا اهو وهكررها لك 3 مرة. ايوه هناك صفقات جديدة، ايوه هناك صفقات غالية، ايوه هناك صفقات مهمة بما يخدم مصالح النادي الاهلي، بما يجعل النادي الاهلي القوي اقوى واقوى واقوى. تمام كده؟ وده هيعمل منافسة للاعيبة كلها في كل المراكز. مفيش اوضح من كده اهو. خلاص؟ طبعا الكلام اللي بيتكلم عليه احمد شوبير يا جماعة دلوقتي لو كان لاعب من خارج مصر ما كانش هيبقى فيه كل الابهام ده وعدم والسريه والكلام ده كله. هو مش عايز يكشف عليه. لو لاعب مثلا بيلعب جاي من الخليج، جاي من البرازيل، جاي من اي دوري اخر، لكن بما انه لاعب بيلعب في الدوري المصري ولاعب مهم، فعشان كده هو متحوط على الكلام عشان يبقى فيه سريه بس مش اكتر يعني. لكن الكلام اللي هو مؤكد يعني ان هو مش هيكون اكتر من ان هو يا بنتايج اللي هو لاعب الزمالك، لان طبعا في مركز احمد فتوح، طبعا هو بيبقى بديل ليه، وبصراحه لاعب محوري مهم جدا جدا. ومن ساعه ما جه هو مدي شكل شويه لاداء نادي الزمالك في ناحيه الشمال او بجانب احمد فتوح. دي نقطه. فهو اللاعب ربما، انا بقولكش، انا بقولك ربما يكون بنتايج اللي هو لاعب نادي الزمالك، خاصة ان عرضه مع نادي الزمالك انتهت. دي نقطة مهمة. هو لازال بيلعب في نادي الزمالك لكن اعارته مع نادي الزمالك انتهت. ده بالنسبة لبنتايج. الكلام بقى الناس اللي بتتكلم على ان زيزو عشان تكونوا عارفين عايز مبلغ كويس، فلو ما لعبش في الزمالك هيطلع بره مصر، لان هو حاطط في رينج، هو بيحط مبلغ معين عارف ان الزمالك مش هيقدر عليه، وبالتالي حاطط زي العقده كده في المنشاره. هو عايز يخلع من الزمالك، فعشان كده طالب المبلغ ده، وعارف ان اداره الزمالك لحد دلوقتي ما وفرتلوش المبلغ، ولحد دلوقتي زيزو لم يتعاقد رسميا مع نادي الزمالك بالاضافه للاعبين اخرين. طبعا المشكله دي برضو موجوده في النادي الاهلي، ان برضو في لاعيبه عقودها انتهت. مش عايزين نتكلم برضو ننسى ان عندنا اكرم توفيق بصوره شبه مؤكده خارج قائمه الاهلي، وانا قلت الكلام ده في فيديو فات. وابراهيم المنيسي نفسه طلع النهارده بيقول ان هو مش عارف اذا كان اللاعب هيوقع الاهلي او وقع فعلا للشمال القدري، ما عندوش معلومه. اللي هو ابراهيم المنيسي اللي هو المفروض صحفي ومذيع في قناه النادي الاهلي، ما عندوش معلومه مؤكده عن اكرم توفيق. كل المعلومات الخارجيه بتقول ان هو اكرم توفيق مضى في الشمال القطري ومن قبل مباراه شباب بلوزداد اللي كانت في الجزائر كمان. لكن اللاعب اللي مهم اللي بيتكلم عليه احمد شوبير بنسبه كبيره جدا هو بنتايج لاعب نادي الزمالك. نتمنى بعد ده كله سواء في تغيير للطريقه او مش في تغيير، اللي يكون في لاعب مهم محوري
يكون مفيد للنادي الاهلي، تدعيم صفقات النادي الاهلي، تدعيم صفوف النادي الاهلي، وكمان يكون في محافظه على الفريق بالنسبه للعيبه اللي عقودها انتهت ولم يتم التجديد لها حتى الان. فعايزين شويه كده اهتمام من الاداره وشويه كده سرعه في انجاز صفقات خلال شهر يناير.